كيف رح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. هنعمل غرزة جديدة خالص بطريقة مختلفة. احنا عملنا منها قبل كده غرزة، بس يعني عملنا نفس الشكل ونفس الطريقة. النهاردة هنعملها بشكل مختلف خالص، وطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس بتديني في النهاية شكل جميل جدا. تعالوا نشوف الغرزة دي هنعملها ازاي. اول حاجة انا بعمل عقدة البداية اهي. بعد كده بعمل سلسلة، عدد فردي او زوجي مش مشكلة. بعد ما خلصت السلسلة المطلوبة بتاعتنا، بعد كده بعمل على السلسلة دي بملاها غرزة نص عمود. هنشوف هنشتغلها كده. دي غرزة نصف العمود، واكمل السلسلة بتاعتي كاملة بنفس الغرزة بالطريقة دي، وبكمل على السلسلة بتاعتي باقي بخلصها كاملة باقي الغرزة. زي ما احنا شايفين كده. هكملها وارجع لكم تاني. بعد ما بخلص كل السلسلة بتاعتي بملاها غرزة نص العمود زي ما احنا شايفين. بشتغل السطر اللي بعد كده، بعمل 3 سلسلة استقامة العمود، وبقلب الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين. بسيب اول عين وبعمل في تاني عين بالظبط، بعمل 2 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. بعد ما بعمل العمودين بعمل سلسلة واحدة بس، وفي نفس العين بعمل 2 عمود بلفة، علشان يبقى معايا في عين واحدة 4 عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بسيب عين 2، وفي التالتة بعمل 2 عمود بلفة ما بينهم سلسلة. بعد ما بخلصهم بعمل سلسلة وبرجع اعمل في نفس العين 2 عمود بلفة تاني زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا اهو، من غير ما باخد سلاسل او حاجة. بسيب 2 عين وباخد في التالتة 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، واكمل باقي السطر بتاعي على كده وارجع تاني. بعد ما خلصت السطر بتاعي كامل اهو، بعمل غرزة عمود في اخر عين معايا اهو بالشكل ده، وبعد كده بعمل غرزة واحدة بس استقامة عمود او استقامة للسطر اللي بعد كده. انا هعمل هنا نص عمود، هسيب العين الاولانية واخد في التانية غرزة نص عمود، وفي كل عين هتقابلني هاخد غرزة نص عمود اهو لحد ما يكمل معايا باقي السطر بالشكل ده. هكمل باقي السطر وارجع لكم تاني. وهنا باجي عند اخر عين عندي في العمود اللي قبل كده، وبعمل فيها غرزة نص عمود، وبعد كده بعمل استقامة للسطر اللي بعد كده 3 سلسلة. برجع اعمل ايه بقى، هعمل نفس اللي عملته في السطر الاولاني، بس السطر ده مش هشتغل فيه،
زي ما احنا شايفين في السطر الجديد انا مش بشتغل في السطر اللي فيه نص العمود، لا انا بنزل تحت على السطر اللي قبله اهو، ما بين الاربع عواميد اللي داخلين مع بعض في عين واحدة، ما بينهم في سلسلة هي اللي بشتغل فيها 4 عواميد تانيين زي السطر اللي قبل اللي فات اهم، وما بينهم سلسلة واحدة، وبكمل باقي السطر بتاعي على كده. انا بعمل تكرار السطر الاولاني اهو، بعد ما بخلص تكرار السطر الاولاني بعمل تكرار للسطر التاني، هخلص ده وارجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر بتاعي اهو زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى انا هعمل السطر اللي فيه نص عمود، هعمل تكرار للسطر التاني، وبعد ما بخلص النص عمود بعمل تكرار للسطر الاولاني لحد ما نشوف الغرزة بتاعتنا بعد ما تخلص هتدينا شكل ايه. وبكده الغرزة بتاعتنا خلصت زي ما احنا شايفين. اقرب لكم الكاميرا شوية. زي ما احنا شايفين على شكل الكاس، بس في ما بين السطر والسطر غرزة نص عمود ما بشتغلش عليها خالص. ده شكل الغرزة بتاعتنا، شكلها جميل وبسيط جدا. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.